صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. يمكن في الحلقات اللي كنا بنتكلم عليها ان اهم عنصر عندي هو العنصر البشري، وكنا بنتكلم ان الشركات اللي بتنجح هنلاقي دايما هي كانت ناجحه في عمليه الاداره. يمكن ده اتكلمنا عليه، الاداره في الجهات المختلفه، بس يمكن كمان اتكلمنا ان كان اهم عنصر في الاداره تعرف لو ديرته صح هتعرف تديره صح هو الانسان او البني ادمين. طيب المعضله الكبيره بقى، هو انا اعرف اغير البني ادمين؟ يعني يوم ما اجي اعين حد عندي انا هعرف اغيره؟ لا، انت ولا هتعرف تغيره ولا هتعرف تربيه، عشان نبقى متفقين مع بعض. فدورك في الشركه بيبتدي من اول ان انت تختار البني ادم الصح اللي ينفع يشتغل معاك في الشركه. هي دي المعضله الكبيره. قبل ما نخش ويبقى معانا في الشركه ونبتدي نخش في معضله عايزين نغير طريقته، عايزين نغير اسلوبه، اصله اجريسيف، اصله بيتعامل وحش، اصله بيتعصب، عايزين يا بتوع الموارد البشريه ادوله ستريس مانجمنت، ادوله مش عارفه ايه اصله. طيب ما تيجي تاخد وتلحق الدايره من اولها قبل ما تخش في المعضله دي، تبقى عندك وتوصل لقرار من الاتنين. اما اشتغلت عليه كتير وصرفت عليه كتير فمضطر تستحمله بكل اللي هو فيه عشان اللي انت صرفته كشركة او عشان النو هاو اللي عنده، في نفس الوقت ان انت تكلفة ان انا امشيه واجيب حد تاني واربيه متعبة ومرهقة ومؤلمة. طيب اعمل ايه؟ ابتدي من اول عملية الاختيار والتعيين. عملية الاختيار والتعيين بتقولك ان انت لما تيجي تعين اي حد لو سمحت بص على 3 حاجات. مش مروة اللي بتقول، ده العلم هو اللي بيقول. قيم الشخص اللي عندك على knowledge, skills, attitude، معرفة، مهارات، والاتيتيود بتاعته، الصفات بتاعته، السمات بتاعته، هو شخصيته عاملة ازاي. لما تيجي تعين حد لازم تختاره على ال3 دول. ايوه طب ازاي؟ بمنتهى البساطة، الشغلانة اللي عندك اللي انا هقدر اقوم بيها تسأل نفسك شوية اسئلة. انا عشان اعين هذا الشخص محتاج يكون عنده معرفة ايه؟ تعالوا ناخد مثال. عايز اعين محاسب، لازم يكون عارف قانون الضرائب، يعرف يشتغل على المنصة بتاعة الضرائب، يكون بيعرف تكاليف. اديني جاوبت عن معرفة خلاص. طيب عايز يكون عنده مهارات ايه؟ لا انا عايزه يكون بيعرف يشتغل على الاكسل. لا ده انا عايزه ان هو يكون عنده مهارات تواصل قوية عشان هيتعامل مع العملاء. لا ده انا عايزه يكون بيشتغل على برنامج SAP او اودو او اوراكل او اي حاجة من البرامج بتاعة الكمبيوتر. فبتقعد تجاوب تقول دي المهارات اللي انا عايزها. يلا بينا على جنب. الصفات الشخصية، عايز فيه ايه كصفات شخصية؟ يعني ايه يا مروه انا عايز فيه ايه كصفات شخصية؟ ايه الصفات اللي انت عايز فيها؟ عايز واحد، انا هجيب واحد فريش وادخله معايا الشركة، فانا عايز واحد يبقى عايز يتعلم، فيبقى محتاجين حد ان هو بيحب ان هو يتعلم. عايز حد يكون بيعرف يحل مشكلات، عايز حد يكون صبور، عايز حد ان هو يكون ذكي. حط الصفات اللي بناء على هذه الشغلانه اللي عندك. معنى كده عشان تقدر تجاوب على ال3 مكونات دول، النولج والسكيلز والابيليتيز او الاتيتيود، لازم يبقى عندك بشكل اساسي توصيف وظيفي لهذه الشغلانه، بناء عليه هتعرف ان انت تجاوب على ال3 اسئله دول. طيب انا عرفت انا عايز ايه كنولج، عرفت انا عايز ايه كسكيلز، عرفت انا عايز ايه كابيليتيز. الشخص اللي جاي يتقدم عندي اعرف ازاي ان هو عنده النولج او السكيلز او الابيليتيز او الاتيتيود دي. تابعونا في الفيديو اللي جاي عشان هنقول لكم ازاي في كل واحده منها تقدر تقيسها، والعلم بيقول لك طريقه قياسها ازاي. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.